تاني يوم يا معلم وهو بيصور بره البيت قابل بنت تانية زي القمر، عود فرنساوي اصلي يا معلم، والبنت حبته من اول نظرة وقعدت تتساوك عليه وتلاغيه بكلام حلو ومحسول، وجاك بدأ يندمج معاها لانها تعجب اي حد. وقتها وهم واقفين مع بعض يا معلم الحلوة ماريا عدت عليهم بالصدفة وهي راكبة العجلة وشافتهم وهم قريبين لبعض جدا. لكن جاك أول ما شاف الحلوة ماريا قلبه دق على طول وبدأ ينفض للبنت التانية ورجع البيت بسرعة. ولما دخل البيت بدأ يراقب الحلوة ماريا ويصورها وهي مش واخدة بالها، وجاك كان خلاص قرب يتجنن وهي ماشية في البيت زي الغزال. والشيطان يا معلم بدأ يسيطر عليه والموضوع كبر قوي معاه، علشان كده راح عندها المطبخ. والجو يا صاحبي كان حر جدا وفي كهرباء غريبة بين الشاب الصغير والست الحلوة اللي من سن أمه. وقتها الحلوة ماريا شافت جاك وهو بيبص عليها من تحت لتحت، وبدأت ماريا تبص عليه بنظرة فيها خبث ودلال. راحت سألته عن البنت الحلوة اللي كان واقف معاها، راح جاك اتلخبط في الكلام ومعرفش يرد عليها. ومن هنا يا معلم ماريا بدأت تلاعب جاك بالكلام واتكلمت معاه بضحكة فيها دلع ودلال، وسألته ايه اللي جابك بدري كده، وليه سبت البنت الحلوة اللي كنت قاعد معاها وجيت ورايا، كنت كملت قعدتك معاها، ده بنت حلوة واي حد يتمناها. وقتها يا معلم جاك بدأ يحس ان الحلوة ماريا الغيرة بدأت تسيطر عليها، وده خلاه يتمادى في الانجذاب ليها. علشان كده هما الاتنين بقوا يقضوا وقت طويل مع بعض في الرغي والفضفضة. وجاك اعترف ليها انه بيرتاح معاها في الكلام. بعد كده طلع ليها صورة مامته وقال لها على فكرة انت فيكي شبه منها. وكأن جاك يا معلم بيدور في ماريا على الحنان اللي افتقده، بس ممزوج برغبة شاب مراهق. في المشهد اللي بعد كده يا معلم الحلوة ماريا بدأت تفتح قلبها ليه وحكت له على ماضيها الأسود، وعرفته إنها غلطت وحملت من 16 سنة، لكن الندل اللي غلطت معاه سابها لوحدها في عز محنتها، ومع ذلك صممت إنها تخلف الواد، بس يا خسارة ابنها ما بقاش موجود معاها. وبسبب الوجع المشترك بينهم هما الاتنين قربوا لبعض جدا وبقوا حاسين ببعض لدرجة تخوف. وفي وسط كل ده يا معلم ديفيد الاب كان نفسه يصلح علاقته مع ابنه جاك، لكن للاسف الشغل كان واخده، ولما كان بيحاول يكلم جاك الواد كان بيبخ في وشه السم ويصد بمنتهى القسوه.